كلامنا النهارده عن ياسين النعيمات، اللاعب الأردني المرشح بشكل قوي جدا للانضمام للنادي الأهلي. لاعب بروفايل مختلف تماما يا صديقي العزيز عن أي مهاجم ممكن تتوقعه. ولكن قبل ما أبدأ في الفيديو يا صديقي العزيز لازم نسأل بعض الأسئلة. هل ياسين النعيمات يستحق الانضمام للنادي الأهلي؟ وأيضا هل ياسين النعيمات المهاجم اللي الأهلي بيدور عليه بعد رحيل وسام أبو علي؟ وقبل ما ادخل بقى في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللايك والاشتراك في القناه ويلا بينا. يزن النعمات اللاعب البروفايل المختلف تماما يا صديقي، يعني لاعب عنده الامكانيات في حته التسجيل، لاعب عنده الامكانيات في حته ان انا المراوغه اعدي واحد على واحد، واحد على اتنين كمان. وكمان يا صديقي العزيز اللاعب دولي مع منتخب الاردن ويعتبر من ابرز لاعبي منتخب الاردن. هقول لك بسرعه يا صديقي العزيز عن احصائيات اللاعب في موسم 2025 2026 ما بين النادي والمنتخب سجل 17 هدف وصنع 10 تمريرات حاسمه. وفي موسم 2024 2025 سجل 13 هدف وصنع 7 تمريرات حاسمة. وفي موسم 2023 2024 سجل 18 هدف وصنع 13 تمريرة حاسمة. وفي موسم 2022 2023 سجل 16 هدف وصنع 5 تمريرات حاسمة. وفي برضه موسم 2021 2022 سجل 7 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة. وآخر موسم اللي مذكور عندي يا صديقي العزيز في موسم 2019 2020 سجل هدف وحيد. اجمالي المساهمات اللي انا بقول لك عليها دي يا صديقي انا مش هجمع الاجمالي، ولكن اللي اقدر اقوله بقى ان اللاعب عنده استمراريه رهيبه جدا في حته تسجيل الاهداف وصناعه الاهداف. مهاجم بيصنع الاهداف، مهاجم زي ما انت شايف بيمتلك حته اللي هو بيعدي واحد على واحد دي بسهوله يا صديقي العزيز. فانا هنا بتكلم عن مهاجم شامل ما شاء الله تبارك الرحمن، مهاجم قوي جدا. شفت خبر ان الله اعلم هل اللاعب عقده هينتهي ولا لا، فلو عقده كمان هينتهي وهيبقى فري فهيبقى حاجه سوبر بشكل فوق ما تتخيل يا صديقي العزيز. وخلينا بقى نجاوب على اسئلتنا، هل اللاعب وخلينا بقى نجاوب على اسئلتنا، هل اللاعب يستحق الانضمام للنادي الاهلي؟ خلينا نشوف. بص يا صديقي، من اعلى المهاجمين اللي عيني شافتهم يترشحوا النادي الاهلي هو من اعلاهم بقى وهو ياسين النعيمات. حرفيا مهاجم ما شاء الله تبارك الرحمن، متكامل جدا. ففي حته ان هو هل يستحق الانضمام للاهلي وقوه الاهلي، اعتقد يا صديقي العزيز، وان شاء الله لو انتقل هيقدم اداء كويس جدا جدا. يا صديقي العزيز في سؤال حتة الاستمرارية، فما شاء الله تبارك الرحمن ياسين النعمات من أكتر اللعيبة العربية في حتة الاستمرار في تسجيل الأهداف وفي صناعة الأهداف. وفي آخر الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام واللايك والاشتراك في القناة، وسلام عليكم.